في أول الفصل الثاني في عنوان الفصل، طبعا هذا إن شاء الله في وقت أقف أيضا عنوان مستقل، وهو مصادر ماذا؟ مصادر البحار. انظر ماذا يقول، يقول في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك. إذن هو يعتقد أن كل مدى ينقل من هذه الكتب مولانا موثوقة أو غير موثوقة. وكيف يمكن الكتاب يكون موثوق والرواية شنو؟ إلا إذا صرح قال لا، هاي الرواية نقلتها من فلان كتاب ولكنه لا أثق بالكتاب، نعم من حقه، أو لا أثق بالرواية، له من حقه، أما الأصل ما هو؟ الوثوق. تعالوا معنا إلى صفحة 48 أعزائي من المجلد الأول، صفحة 48 من المجلد الأول، في أوائل الفصل الأول يقول هناك، يقول لئلا يترك في كتابنا يعني بحار الأنوار شيء من فوائد الأصول فيسقط بذلك عن درجة كمال القبول. فإذا كان في الكتاب الغث والسمين لابد كل يقبل أو لا يقبل، لابد يقبل بعضه ويرفض ماذا؟ بعضه. ولكن هو يقول أنا ما ذكرت شيئا إلا ماذا؟ خوفي، ما ذكرت شيئا يؤدي إلى نقض أن لا يقبل منه شيء أبدا، كل شيء لابد ماذا؟ فيه كمال القبول.